السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الكبده الاسكندراني بابسط طريقه وباقل الامكانيات. نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هتجيبي الطبق اللي هتحطي فيه الحاجه، هنحط فيه توم. ده توم مدقوق بفلفل، عايزاه لوحده كده عادي. حطيت كمان عليه خل وليمون، وهنحط كمان كزبرة، وهنحط كمون، وكمان ملح وفلفل. طبعا الكميات على حسب انت عامله قد ايه، يعني على حسب الكميه اللي انت عايزاها، يعني المقادير دي مقادير نسبيه. حطيت الكبده، ده ربع كيلو كبده. لخبط بقى كده كل الحاجات دي مع بعضيها، تشرب من بعضيها وتسيبيها في التلاجة لمدة نص ساعة على الأقل، تاخد وتدي مع نفسها وتشرب من المكونات دي عشان تبقى طعمها حلو. ولو مستعجلة مفيش مشكلة، اعمليها على طول. هنحط بقى طاسة نسخن فيها حبة زيت كويس، وهننزل فيها الكبدة بتاعتنا بالحاجة بالحباش بتاعها كله. طبعا ممكن تحطي شطة لو عايزة، او تخرطي لها فلفل حامي. ما تقلبيهاش اول ما تحطيها، سيبيها شويه كده هو تتشمع، وبعدين يبقى قلبيها عشان ما تنزلش الميه بتاعتها وتنشف، عشان تبقى جوسي كده وطريه وحلوه. لو وصلتي معايا لغايه كده، لو سمحتي حطي لي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان مني كل جديد. طبعا ده احلى سحور في رمضان، هتحطي جنبه اي حاجه تانية وهتكملي سحورك، وكل سنه وانتم طيبين. كده بعد شويه قلبتها وهسيبها بقى ايه تنشف شويه كده على النار، وبعدين هنحط المكون اللي بعد كده اهو. كده بصي حتى الزيت بدأ يطلع، يعني هي كده اهو تعتبر ماشيه في النشفان. هنحط بقى المكون اللي بعد كده اللي هو الاخراني اللي هو الفلفل. طبعا ده فلفل اخضر، عايزه احمر، عايزه فلفل الوان، عايزه فلفل حامي، عايزه فلفل بارد، الحاجه دي ترجع لك. من غير فلفل خالص يمشي برضو مفيش مشكله. بعد ما نقلبها تقلبتين كده اهوت، خلاص يبقى كده خلصتي الكبده بتاعتك. ممكن تعمليها سندوتشات، ممكن تحطيها كده اهوت على السفره مع اي حاجه تانية، وهيبقى احلى عشاء او سحور، يبقى حاجه جميله خالص. طعمها طلع حلو، وكل الحاجه اللي فيها ان شاء الله كويسه وتمام. كده خلصنا، نحطها بقى في الطبق ونقدمها. كده فيديونا خلص، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعه، وما تنسينيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.